السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة هتكفي أكبر عدد من الأسرة. هنعمل مع بعض البطاطس البيوريه بالفراخ البانيه. كيلو من البطاطس جبته وقشرته وقطعته مكعبات، بغسله كويس، وبعدين بحطه في حلة واحط عليه مية سخنة واغطي وش البطاطس بالمية وارفعها على النار واسيبها تتسلق وتتهري معايا جدا. معايا هنا نص كيلو من البانيه، ومعايا طبق فيه معلقة كبيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة فلفل اسود، ربع معلقة من الشطة. هقلبهم كويس في بعض واتبل البانيه من الجهتين بالتوابل بتاعتي دي، واجي على النار احط طاسة فيها معلقة من الزبدة ومعلقة من الزيت. اول ما يسخنوا كويس هنزل بالبانيه بتاعي على النار واخليه ياخد صدمة ولون من الجهة الاولى، وبعدين اروح قلبها على الجهة التانية. انا عايزاه يبقى تلتين سوا، وبعد ما يجهز معايا هطلعه في طبق. هاجي للمرحلة التالتة، هعمل بشاميل على البارد. لتر من الحليب غليته وسبته لما برد وكون القشطة بتاعته. هضيف عليه مكعب ماجي، وهضيف عليه 4 معالق من الدقيق، وهقلبه على البارد، وبعدين هرفعه على نار متوسطة لغاية ما ياخد القوام الكريمي ده معايا. هنزله من على النار، وهضيف عليه معلقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة المكان وأقلبها كويس. لو ضفنا الزبدة ساقعة هتقلل من درجة حرارة البشاميل، وأنا عايزة كل المكونات تكون سخنة أو على الأقل تكون دافية. دلوقتي البطاطس بتاعتي اتسلقت. هجيب مصفى ضيقة وههرس البطاطس من خلال المصفى علشان اخد قوام بطاطس بيوريه ناعمة خالص مفيهاش اي تكتلات. دلوقتي هجيب الصينية بتاعتي ادهنها دهنة كويسة من الزبدة، هنزل بطبقة البطاطس بدون اي اضافات. هي البطاطس المهروسة نزلها طبقة كده، واروح نازلة فوقيها بطبقة من البانيه. هنا ليكوا اختيار، ممكن تقطعوا البانيه لقطع صغيرة وتحطوه طبقة فراخ في النص، او ممكن تخلوه قطع سليمة زي ما انا حطيتها كده. بعدين ضفت رشة من الجبنة الرومي والجبنة الشيدر المبشورة. بعدين نزلت بالبشاميل بتاعي برضو دافي، وهنزل برشة من الموتزاريلا. دلوقتي الفرن بتاعي مسخن على درجة حرارة 200. سخنته قبل ما ابدا اجهز في الصينيه بتاعتي. هاخد الصينيه احطها رف اوسط لمده ربع ساعه على درجه حراره 200، وبعد الربع ساعه هنلاقي الصينيه بتاعتي بالشكل الجميل ده. نقدر نقطعها وناكلها بالعيش مع مخلل وخيار. كانت وجبة لذيذة وجميلة جدا. قوام كريمي ناعم، طعم البطاطس مع صوص البشاميل مع البانيه بتتبيلته. البهارات والتوابل فيها مظبوطة، ما زودناش عن التوابل اللي حطيناها مع البانيه، ومكعب المرقة اللي ضفناه على البشاميل. وجبة كانت لذيذة وسريعة، ما بتاخدش وقت في تحضيرها. ومن نص كيلو بانيه وكيلو بطاطس عملنا صينية كبيرة. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم هستنى تعملوا شير ولايك للفيديو، وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا.